السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند ساور معانا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. طيب النهارده بقى هنعمل كده بطاطس بتتباع في ماك او ماكدونالدز هاش براون، بس حلوه بجد، فكره حلوه قوي، الكبير والصغير هيعشقها. بسم الله ونبتدي. عايزين بطاطس تكون عادي تحمير طبيخ مش هتفرق، المهم ان احنا هنبشرها عادي بالمبشره بتاعه البصل العاديه بتاعتنا. وبعد ما هنبشرها بالمبشره بتاعتنا هنجيب المخرطه او سكينه صغيره وتقطعوها. انا بقى عملتها بالمخرطه احسن عشان تنجز معايا في الوقت، لكن هتفردوا نفس الفرده دي وتقعدوا تفرموا كده بالسكينه بلاش الكبه، علشان الكبه ما تحولهاش لعصير. بصوا متقطعه كانها متقطعه صغنن بالظبط، كاننا مقطعين بصل صغير، هي نفس الفكره. تمام كده. نروح بقى نغسلها كويس او تحطوها في ميه ساقعه. انا بصراحه ما حطهاش في ميه ساقعه، الوصفه الاصليه بتقول ان احنا نحطها في ميه فيها تلج، بس انا بصراحه ما عملتش كده. انا غسلتها كويس يعني نزلت منها الميه كويس قوي، ورحت جايه على الطاسه وهبتدي اشوحها على نار متوسطه، لا عاليه ولا قليله، لمده 5 دقايق كده. افضل اشوح فيها زيت على سمنه يعني. دول كانوا حوالي نص كيلو من البطاطس، حط عليهم معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنه كبار، وتشوحهم مع بعض. هسيبها بس تبرد شويه كده علشان اقدر امسكها. النشا بقى يا جماعه هنا لازم النشا، عشان هي اللي هتديها القوام اللي احنا شفناه في الاول، تخليها تمسك. النشا مش هقدر اقول لكم ابدا ان احنا نحط مقدار قد ايه، علشان على حسب حجم البطاطس عندكم، بس المهم ان انتوا لما تكوروها تلاقوها ماسكه في نفسها وعامله كوره كده. يبقى كده احنا وصلنا للنشا. انا بالنسبه لي النص كيلو دول خدوا 4 معالق هرميه من النشا، فما تحطوش 4 معالق، لا ابدأوا مثلا بمعلقتين وكوروا وشوفوا الدنيا فيها ايه، شوية تاني ومعلقتين تاني وهكذا لغاية ما تلاقوها بجد اتظبطت معاكم. خلاص جبنا بقى ورقة زبدة، حطيت عليها البطاطس بتاعتي وعملتها عرض صباعي، يعني خليت السمك بتاعها يبقى عرض صباعي، وابتديت اظبطها كده من الجناب كلها كده بحيث انها تكون مظبوطة معايا. وبعد كده هجيب قطاعة او سكينة وهبتدي اقطعهم ايا كان بقى ايه عايزين تعملوها اشكال كمان، ممكن مفيش اي مشكله خالص. لو عندكم الاشكال اللي هي بتاعه البيض او البسكوت دي وتعملوها للاطفال كده او ليكوا حتى. عملتها حوالي الواحده 4 صوابع او 3 صوابع على حسب ما انتم عايزين تلموا الجناب بتاعتها لموها. انا ما لميتهاش بصراحه، انا سبتها زي ما هي كده، شكلها جميل وحلو. بصوا بقى عشان بقول لكم النشا ماسكه فيها، بصوا هي لسه ولا دخلت فريزر ولا اي حاجه، بس هي متماسكه، ده عشان النشا اللي اتحطت فيها. طيب بعد كده هدخلها الفريزر، يعني لو احنا في الاجواء اللطيفه اللي احنا فيها الصيفيه دي فهنسيبها حوالي ساعه، لو في الشتاء حوالي ربع ساعه، وممكن تبيتوها ليله، ممكن تشيلوها بقى في الفريزر بعد كده تنفعكم زي ما انتم عايزين. هنحط بقى زيت، لا قليل ولا كتير، يعني اللي هو يا دوبك يبقى مغطي من تحت بس كده، وبصوا الوش اهو مش طايله الزيت، ويكون الزيت بيغلي جدا علشان دي بطاطس هتفك مننا وكانت متلجه، فخلي بالكم. ما تملوش بقى. بصوا غلطة، انا ما رضيتش اقطعها على فكرة، انا سبتها. ما تملوش الطاسة لما اتملت جيت اطلع بطاطساية وكمان حركتها قبل الوقت بتاعها، بصوا ما استحملتش. بطاطس مبشورة ايا كان النشا برضه مش هتعمل اللي هو الواو يعني. فنحاول نحط في الطاسة بتاعتنا 2 3 زي ما انتم عايزين، بس ما تزودوش عن 3 في الطاسة، تكون الطاسة كبيرة والزيت بتاعنا يكون سخن جدا. وهنستنى حوالي 3 4 دقايق وما نعافرش معاها، ما بتتحركش معانا، نستناها هي هتفصل وهتطلع لوحدها لفوق. عملت اللون اهو، وفي واحدة متحمصة كده، المتحمصة دي رائعة بجد،